في سؤال عمري ما فهمته، ليه بقى سهل علينا نجرح بعض؟ ليه بنضحك لما حد غيرنا بيبكي؟ ازاي كلمة ممكن نرميها تكون بالنسبة له رصاصة؟ النهاردة مش هنتكلم عن الضحية، النهاردة انا هتكلم عننا احنا اللي بنتنمر، بنوجع وبنقف نتفرج وساعات بنضحك كمان. فيديو النهاردة مؤلم بس مهم، يمكن نلحق حد قبل ما يفكر يختفي للأبد، وده اللي هنعرفه النهاردة. دوس لايك وشير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. السؤال هنا، هل اتعرضتوا للتنمر قبل كده؟ اكتبولي في تعليق. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ فيديو النهاردة. ايه هو التنمر؟ التنمر مش لازم يكون ضرب او اهانة مباشرة، احيانا بيكون نظرة احتقار او كلمة تريقة او تجاهل او مقارنة شخص بشخص او تعليق ساخر على فيديو. حد يعلق على فيديو بكلمة تكسر اللي قدامه وتكرهه في حياته. التنمر بمعنى بسيط هو كل تصرف بيحاول يقلل من قيمة الانسان للي قدامه. ليه الناس بتتنمر؟ علشان نقص جواهم بيعوضوه بانهم يحسسوا اللي قدامهم انه اقل منهم، عشان المجتمع اللي احنا فيه بيشجع على السخرية وبيسميها دم خفيف، وعشان الناس بتضحك بيفتكر انه بيكسب اعجابهم. التنمر بيأثر علينا بايه؟ بيخلي الانسان اللي بتتنمر عليه يفقد الثقة في نفسه ويبدأ ينسحب من كل الاماكن ويبعد عن الناس كلها. من الاخر بيكره نفسه وبيكره شخصيته، ده غير كمان الاكتئاب اللي بيوصل له وبينعزل تماما عن كل اللي حواليه. وفي بعض الحالات في ناس بتتجه للمخدرات والإدمان، وناس تاني بتوصل معاها للانتحار. من الآخر عايزة أقول حاجة، الكلمة اللي بتتنمر بيها ممكن تفضل في عقل الشخص اللي قدامك 10 سنين وانت قلتها ونسيتها في 10 ثواني. المتنمر مش دايما شرير، لكنه محتاج علاج. ساعات بيكون ضحية قبل ما يكون جاني، ساعات بيكره نفسه فبيكره غيره. لازم نواجهه، بس نفهمه قبل ما نواجهه. عايزة اقوله انت مش مؤثر لما بتسخر من غيرك، انت ضعيف ومحتاج تتشاف. ازاي نوقف التنمر؟ الحل ايه؟ اول حاجة، ما تبقاش شريك بسكوتك. يعني مثلا واحد بيتريق على حد واحنا ساكتين، لا، نتكلم ونواجهه وما تضحكش على حساب حد. تاني حاجة، علموا أولادكم يقولوا كلمة كويسة مش يوجعوا اللي قدامهم. التنمر مش هزار، ده وجع حقيقي بيسيب أثر يمكن ما يتعالجش طول العمر. لو عندك كلمة مش هتضيف اسكت، ولو شفت حد موجوع خليك في ظهره. كلنا محتاجين نتشاف مش نحاكم. احنا مش ملايكة، بس تقدر تختار تكون إنسان رحيم بالناس. ابدأ بنفسك وما تبقاش سبب في وجع حد. لو الفيديو لمسك او حرك فيك حاجة اعمل لايك وشير وشارك الفيديو، يمكن كلمة تنقذ نفس من الانهيار. شارك الفيديو لو مهتم تبني مجتمع ارقى وانضج، مجتمع فيه ناس رحيمة بالناس. في شخص يدخل حياتك يسيب وردة وكلمة طيبة، وشخص يدخل حياتك يجرح ويوجع. التنمر بيبدأ بكلمة وبيخلص بحياة انسان. وعايزة اقول لكم ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.